لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة أخبار المملكة المغربية الشريفة. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، انعقد يومي 16 و17 من يناير الجاري بنادي الضبط بالرباط الاجتماع الأول للجنة تتبع التعاون المغربي الإسرائيلي في مجال الدفاع. وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه تم خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه الجنرال دوكور درمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والسيد درور شالوم مدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، بحث مختلف مجالات التعاون العسكري الثنائي، لا سيما اللوجستيك والتكوين والتدريب، وكذا اقتناء وتحديث التجهيزات. وبعد أن أشاد المسؤولان بمستوى التعاون العسكري الثنائي، يضيف البلاغ: اتفقا على تعزيز هذا التعاون أكثر وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى خاصة الاستعلام والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية. وبهذه المناسبة يشير المصدر وصف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية التعاون العسكري المغربي الإسرائيلي بأنه يحمل مصالح مشتركة ويقوم على الثقة والدعم المتبادل. وعلى هامش هذا الاجتماع عقدت أيضا مباحثات بين مسؤولين مغاربة وإسرائيليين مدنيين وعسكريين على مستوى الهيئات المعنية بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية. وقد تم عرض خلاصات أشغال الاجتماع الأول للجنة تتبع التعاون المغربي الإسرائيلي في مجال الدفاع، واعتمادها يوم 17 من يناير 2023.